السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على قناتكم التعليمية التربوية، قناة كلاس حافظة أفاغ، وعلى صفحتكم فيسبوكية بنفس الاسم كلاس حافظة أفاغ. مرحبا بكم من جديد ومع تتمة الجزء الأول من درس القسمة. كيف ما وعدتكم قسمناه لجزئين. الجزء الأول هدرنا في القسمة بشكل عام وعلى المكونات ديالها، ثم هدرنا على الأعداد الصحيحة الطبيعية، يعني قسمة الأعداد الصحيحة الطبيعية، يعني قسمة عدد صحيح إلى عدد صحيح. ثم هدرنا على القسمة على 10 و100 و1000، ثم القسمة على 0.1 أو 0.01 أو 0.001. دونك كنتمنى انكم فريمون استفدتوا من هذاك الفيديو، وان شاء الله اليوم غادي يكون مخصص لقسمه عدد صحيح على عدد عشري او عدد عشري على عدد. اذا هنا غادي نهضروا على قسمه الاعداد العشريه، فمرحبا بكم وعلى الله نتوكل. اذا نبدا بالمثال الاول اللي غادي نتعرفوا من خلاله على قسمه عدد صحيح او عفوا قسمة عدد عشري على عدد صحيح، بمعنى أن المقسوم يكون عددا عشريا والمقسوم عليه يكون عددا صحيحا. إذا في هذه الحالة شنو خصنا نديرو؟ إذا إذا كان عندنا المقسوم هو اللي عدد عشري والمقسوم عليه ليس عددا عشريا، في هذه الحالة كتكون عندنا طريقتين. الطريقة الأولى هي الطريقة العادية كيف ما علمتكم بالنسبة للأعداد الصحيحة، ولكن كنتبهوا لواحد الامر غنتعرفوا عليه، والطريقه الثانيه غنتعرفوا عليها كذلك. اذا على بركه الله نبدا. اذا اولا الا كان عندنا القسمه ديال عدد عشري كنبداو بالجزء الصحيح. الجزء الصحيح هو اللي كنقسموا على هذا العدد اللي عندنا. اذا هنايا عندي رقم واحد، كناخذ واحد الرقم شريطه ان يكون هذا الرقم اكبر من هذا. اذا هنا عندي اثنان اصغر، اذا اخذ عددين او لا اخذ رقمين. 22. إذا 22 أقسمها على 5. أقول كم من 5 توجد فيها 22؟ إذا هنا 2 مضروب في 1 5، في 2 10، في 3 15، في 4 20، وفي 5 25. دونك هنا عرفت 22، إذا فقط 4. أقول 4 مضروب في 25. نقوم بعملية طرح. 2 ناقص 0 2، ثم 2 ناقص 2 0. اذا هنايا في القسمه العاديه مباشره نزل العدد الموالي، ولكن في هذه القسمه هذه من هذا النوع، يعني فاش كيكون عندنا الفاصله، اول مرحله كنديروها هي ان هذه الفاصله هذه كنجيبوها هنايا للخارج، كنحطوها في الخارج قبل ما ننزل 5. يعني هذه الفاصله اون فوا كنوصلها كنديها للخارج، ثم ديك الساعه كيكون عندي الحق انني ننزل العدد الموالي. ثم اقول 25 كان فيها من 5. إذا هنا أكيد 5 أضربها في 5 أحصل على 25. ثم نقوم بعملية الطرح بشكل عادي فأحصل على الباقي اللي هو 0. كنتمنى أنكم فهمتوا هذه المرحلة. نشوفوا الطريقة الثانية. الطريقة الثانية هي بالتخلص من الفاصلة، يعني كنحيد كاريمون من الفاصلة كتولي عندي قسمة عددين صحيحين. كيفاش نقدر نتخلص من الفاصلة؟ إذا غادي نقول لكم. إذا أول حاجة كنشوف عدد الارقام اللي عندي من بعد الفاصله. دونك هنايا عندي فقط رقم واحد، اذا باش نتخلص منها خصني نضرب في 10. الا ضربت في 10 كنعرفوا بانه الا ضربت المقسوم عليه في نفس العدد ما كيتغيرش الخارج. بمعنى هنايا الا ضربت في 10 وضربت كذلك هنا في 10 راه الخارج راه لن يتغير، غير كنضربوا في 10 باش نتخلصوا من الفاصله. حيت 22.5 الا ضربتها في 10 كتخرج الفاصله، يعني تنطلق الفاصله لجهه اليمين واحصل على 225. وهنا 5 اضربها في 10 احصل على 50. مزيان. التلميذ جاتو الطريقه صعيبه، غنعبر عليها بطريقه ابسط، ولكن هذه هي الطريقه الصحيحه. الطريقه الابسط اش كتقول؟ عندي هنا الفاصله، كنحسب عدد الارقام اللي كاين بعد الفاصله. عندي رقم واحد في الجزء الثاني كنزيد 0.1. عندي هنا رقم واحد كنضيف 0.1 وكنتخلص من الفاصله، بمعنى بحال الا ديك الفاصله خرجت برقم واحد. مفهوم؟ كتولي عندي 225
مقسوم على 50 راه هي هذه كنضرب في 10، غير بهكا يقدر التلميذ يعقل عليها بشكل اكبر. دونك غادي نشوفوا من بعد امثله اخرى باش نزيدو نفهموا. اذا هنايا صافي تخلصت من الفاصله 225 مقسوم على 50. اذا هنا لدي رقمين 50، وهنا اخذ رقمين احصل على 22 اصغر من 50، وبالتالي يجب علي ان اخذ يعني يعني رقم عددا من 3 ارقام اللي هو 225. ثم هنا اقوم بعمليات الضرب حتى احصل على عدد يساوي او قريب من 225. اذا 5 اضربها مثلا في 5 مثلا، نشوفوا شحال نشوفوا يعني هذا الوسخ. 5 مضروب في، اذا 5 مضروب في 0 0، 5 مضروب في 5 25. اذا كيف ما كتلاحظوا راه فت 250، انا عندي غير 225. اذا اضرب في 4، 50 اضربها في 4، 4 مضروب في 0 0، 4 مضروب في 25 احصل على 200. اذا نعم 4 اضربها في 50 احصل على 200. نقوم بعملية طرح 5 2 0. ألاحظ أنه لم يعد لدي هنا أي عدد أنزله. إذا كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق كنوضع هنا واحد الصفر ثم أنزله. اون فوا كنزلو لا أنسى أضع هنا فاصلة، ثم أقول 250 كم فيها من 50. العملية درناها هنا. إذا 5 أضع 5 وأقول 5 مضروب في 50 250، فأحصل على الباقي الذي يساوي 0. إذا هكا تتم عملية قسمة عدد عشري على عدد صحيح. نمر للحالة الثانية، للحالات التي يكون فيها المقسوم عليه هو الذي يكون عشريا، أو الحالة التي يكون فيها كلا المقسوم والمقسوم عليه عددين عشريين. إذا سأحاول أن أسرع قليلا، المرجو التركيز والانتباه. إذا العملية الأولى، إذا لدي 15 أقسمها على 7.5، 15 أقسمها على 7.5. إذا هنا ألاحظ أن الجزء المقسوم عليه عدد عشري يجب الحل لديه هو أن أتخلص من الفاصلة كما قلت لكم سابقا. إذا هنا لدي فاصلة رقم واحد، عندي واحد الرقم من بعد الفاصلة، إذا أضرب في 10 لكي أتخلص منها مباشرة. عندما أضرب هنا في 10 كذلك العدد الآخر أضربه في 10. إذا الفاصلة تخرج، يعني أحصل على 75، وهنا أضيف صفرا. 15 أضربها في 10 أحصل على 150. إذا أقول 150 أقسمها على 75. الآن حصلت على عدد صحيح مقسوم على عدد صحيح، أنجز العملية بشكل عادي. إذا لدي رقمين، أخذ رقمين، لكن هنا أجد أن 15 أصغر من 75، لذلك يجب علي أن أخذ 3 أرقام 150. ثم أقول 150 كم فيها من 75. نقوم بعملية الضرب. مثلا أضرب في 2، إذا 7 في 2، 5 مضروب في 2 10، 7 مضروب في 2 14 زائد 1 15، فأحصل على 150 بالضبط. إذا هنا لدي 2 أضربها في 75 أحصل على 150. إذا هنا مباشرة أحصل على 0 الباقي اللي هو 0. إذا المحصول أو الخارج هو 2 والباقي 0. نمر للقسمة الثانية. إذا 450 أقسمها على 2.25. إذا مباشرة أضع هنا 1، يعني أضرب في 1. لدي هنا رقمين بمعنى سأضرب في 100، في نفس الوقت أضرب هنا في 100. لماذا نضرب في 100؟ لأننا نتخلص على الفاصلة باش تخرج لنا ديك الفاصلة، نتخلص من الفاصلة باش تخرج ديك الفاصلة ونحصل على عددين صحيحين. إذا هنا إذا ضربت في 100 إذا تمر الفاصلة، تخرج الفاصلة درجتين، صفرين درجتين، ثم هنا نضيف صفرين فنحصل على نضيف صفرين لأنني ضربت في 100. ثم نقوم بالعملية بشكل عادي. إذا أقول لدي هنا 3 أرقام، إذا أخذ 3 أرقام، أقول 450 كم فيها 225 في الوسخ. 225 أضربها في 2 10، 2 مضروب في 2 1، 2 مضروب في 2 زائد 1 عفوا 5، 2 مضروب في 2 4 450. نعم. إذا أكتب هنا 2 أضربها في 225 أحصل على 450. نقوم بعملية الطرح ثم أنزل صفرا
يعني هذا الأول أنزله، ثم أقول صفر كم فيها من 225 فيها صفر مضروب في 225 صفر. هنا فقط لإكمال العملية، ثم ننزل الصفر الآخر، ثم أقول صفر كم فيها من 225 صفر، ثم أحصل على خارج اللي هو صفر. جيد، نتمنى أنكم ما يخرقكمش هذا الأصفار. ثم نمر للعملية الموالية. دونك هنا كذلك لدي عدد عشري مقسوم على عدد عشري. للتخلص من الفاصلة أكيد أضرب في 10. اون فوا كتكون عندي واحد الرقم مور الفاصلة كنضرب فيه 10، يعني عدد الأصفار اللي كيكونوا عندي في هذا الرقم فاش كنضرب عدد الأرقام اللي عندي من بعد الفاصلة. إذا هنا في 0.3 اللي ضربتها في 10 أتخلص من الفاصلة تصبح 3، يعني الفاصلة كتجي ليا هنايا فتولي عندي 0.3 اللي هي 3. وهنا 9.3 عندما أضربها في 10 أتخلص من الفاصلة فتصبح 93 مقسوم على 3. ثم نقوم بالعملية بشكل عادي. لدي رقم واحد، أخذ 9، أقول 3 كم فيها من 9؟ 9 كم فيها من 3؟ عفوا 9 كم فيها من 3؟ أكيد 3 أضربها في 3 أحصل على 9. نقوم بعملية طرح أحصل على 0 ثم أنزل 3، ثم أقول 3 كم فيها من 3؟ 1 أضربها في 3 ثم نقوم بعملية الطرح. دونك هنا كتشوفوا بلي راني كانت شويه حيت ديجا شرحت لكم الطريقه ديال القسمه، شرحتها لكم من قبل، فقط هنا ركزت على كيفيه ازاله الفاصله فقط. ثم هنا في هذه الحاله شوفوا معايا، في هذه الحاله عندنا المقسوم فيه رقمين بعد الفاصله، وفي المقسوم كاين رقم واحد من بعد الفاصله. في هذه الحاله بحال هادو كنمشي كنشوف كنركز على العدد اللي فيه اكثر ارقام بعد الفاصله. بحال دابا في هذه الحاله هذا العدد هو اللي فيه رقمين، هذا فيه غير رقم، دونك غنركز معاه باش نخرج منه الفاصله، وداك الضرب وداك العدد فاش ضربت كنضرب فيه العدد الاخر. دونك هنا باش نضرب، دونك واحد عندي هنايا رقمين اضربه فيه 100، يعني 100. نفس الشيء هنا اضربه في 100. دونك عند الضرب في 100 تمر الفاصله جهه اليمين، هنا عندي صفرين يعني درجتين، بمعنى غدوز تجي الفاصله هنا من بعد تجي هنا من بعد تخرج 555. ثم هنا ستمر درجتين، في الدرجه الاولى غيجي لهاد الجي، في الدرجه الثانيه ما بقاش عندي حتى شي عدد، وبالتالي ساضع صفرا، يعني 1.5 اذا ضربتها في 100 احصل على 150. ثم الان تخلصت من الفاصله، نقوم بالعمليه بشكل عادي. اذا هنا لدي 3 ارقام، أبحث عن العدد الذي أضرب فيه 150 لأحصل على عدد أقرب من 555. إذا مثلا أضرب في 4، مثلا 4 مضروب في 0 4 مضروب في 5 20، 4 5 6 لا دزت شتي، يعني دزت 555. إذا غندير مضروب 150 أضربها في 3 3 مضروب في 5 15 3 4. إذا هنا أضرب في 3 مضروب في 150 450. نقوم بعملية الطرح. 5 ناقص 5 صفر، 5 ناقص 4 1. ثم هنا لم يعد لدي هنا عدد أنزله، إذا أضع صفرا ثم أنزله، وفي المقابل أضع فاصلة هنا، ثم أقول 1050 كم فيه من 150. إذا هنا نقوم بعملية على الهامش. إذا 150 أضربها في أي عدد لأحصل على 150 على 1050 عفوا. مثلا نديرو 7، مثلا 7 مضروب في 0 7 مضروب في 5 35. 7 مضروب في 1 7 زائد 3 10. جيد، إذا هي هذيك. إذا 7 مضروب في 150 1050، ونحصل على الباقي 0. هذا القيام بعملية الطرح. وكنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وانكم فريمون تكونوا استفدتوا منه مزيان. والى لقاء اخر ان شاء الله، دائما مع قناتكم التربويه التعليميه كلاس حفيظه.